MBC بودكاست. مرحبا فيكم من جديد ببودكاست اسأل مجرب. بهذا البودكاست أنا عم بحكي عن خبرة شخصية لها علاقة بالسنين يلي عانيت فيها مع مرض الفايبروميالجيا، وكيف الطرق يلي أنا قدرت أعالج حالي فيها وأتخطى 90% من أعراض المرض. كنا عم نحكي بالحلقات السابقة قديش الأدوية كانت بوقت معين ما عم تساعدني، وقديش طرق العلاج التقليدية بتخطي المرض أو بتخفيف الأعراض تبعه كانت صعبة علي إنه أنا تقدر تغير لي شي بحياتي، لحتى وصلت للعلاج بالطاقة ولحتى وصلت لقرار أنا آخده لحتى فعلا غير حياتي. برجع بقول إنه ما في طريقة واحدة لحالة بتكفي بهيك أمراض يلي هي جاية من تراما أو من صدمات. لازم نحن دايما نشتغل على كل المستويات، المستوى العقلي والمستوى العاطفي والمستوى الجسدي. لازم دايما نكون بحالة صيانة لجسمنا ولعقلنا ولأفكارنا ولمشاعرنا. في أوقات كتير منقشط، في أوقات كتير الدواء بيساعدنا، في أوقات كتير منقدر نستغني عن الدواء ونكون قدرانين نشيل حالنا بحالنا عن طريق مشاعرنا وتفكيرنا. وبرجع بقول كلهم مع بعضهم بيساعدوا، لا تاخدوا طريقة وتستغنوا عن التانية. أهم شيء بمرض الفايبروميالجيا إنه أنا أتصالح مع جسمي. مثل ما بنعرف إنه بأمراض المناعة الذاتية مثل السرطان، التصلب اللويحي، الروماتيزم أو الفايبروميالجيا اللي أنا عم بحكي عن خبرتي معه، كتير صعب إنه الواحد يتقبل جسمه بعد ما يتشخص بالمرض. ليش؟ لأنه مثل ما أنا صار معي، أول شيء حسيته وقت اللي صارت هاي القصة إنه أنا جسمي هو العائق اللي عم يخليني ما أعيش حياتي للماكسيموم أو أعيش حياتي بعمر مثلا المراهقة، لأنه أنا وقت بلشت الأعراض معي كنت بعمر تقريبا 17 سنة. فصرت حس إنه جسمي مانو مثل جسم حدا بعمري، أو إنه مثلا أنا كتير كنت بحب ألعب كرة طائرة أو بحب حتى ألعب فوتبول، أو مثلا مثل ما بنعرف إنه أعزف موسيقى وأعمل كتير نشاطات تانية. حس إنه بسبب هيدا المرض يلي هو جسدي أنا ما عم بقدر أعمل هيدول النشاطات. فصار عندي مثل صراع بيني وبين جسمي، لمرحلة صرت حس إنه أنا مو إنه بدي روح انتحر، بس إنه أنا ماني مبسوطة بهي العيشة، وإنه أنا كإناث هي روح ولكن هي ما إنه هيدا الجسد. في أوقات كنت عن جد ما أقدر أطلع بالمراية، ما أقدر حس إنه أنا عم حب جسمي أو إنه أنا متقبلته عن جد. في أوقات بالعلاج اللي كنت أخده كانت حتى المعالجة تقلي، خصوصاً بالعلاج بالطاقة، تقلي إذا مثلا بدنا نركز على جزء معين لحتى أنا مثل ما بتعرفوا بالريكي، أو مثلا إذا حدا بيعرف بالعلاج بالطاقة، في كتير أوقات المعالج أو حتى أنت بتركز على نقطة معينة من جسمك. في شي بيقولوه إنه where focus goes energy flows، يعني وقت اللي أنا بركز على منطقة معينة بجسمي أو بأي شي بالحياة، فالإنرجي أو الطاقة رح تروح باتجاه هيدا الشي. وقت اللي أنا بركز على الأشياء السلبية، فأنا كل شي حوالي رح يرجع يعيد حاله بالأشياء السلبية، لأنه أنا كل طاقتي مركزة هنيك. وقت اللي أنا بركز على الوجع، فأنا رح أحس بالوجع أكتر. وقت اللي أنا بطنش عن هيدا الشي أو بلهي حالي عن الوجع، فهو بيروح. هو ما بيروح، يمكن ما بيروح، بس أنا بلتهي عنه، بطنش عنه. مثل ما بيقولوا في كتير أوقات الدكتور بيقولك بدك تطنش، بيجي أنا بقوله طب كيف بدي طنش ما أنا موجوعة؟ وأنا هاي الشغلة كنت أوقع فيها كتير. في أوقات كتير كنت أعصب بشكل كتير كبير، ووقت اللي بعصب بيجوا بيقولوا لي إيناس طولي بالك، هلأ مثلا بيزيد الوجع أو بيصير مثلا شيء سلبي، أو مثلا بيقولوا لي طب أنتي ليش محملتيها زيادة؟ في كتير عالم حالتهم أسوأ من حالتك، أو مثلا ظروفهم أسوأ من ظروفك. بيجي بيقول لهم لا اسمحوا لي فيها، أنا هلأ ما بدي أفكر بأي حدا تاني، أوكي في عالم كتير أسوأ مني، بس أنا هلأ ما بدي أفكر بالعالم اللي أسوأ مني، أنا هلأ بس بدي أفكر بمشاكلي. أنا هلأ هيك بحط الواحد إصبعته على جبينه أو على راسه، مثل ما نحن هيك السوريين بنعمل، إنه هيدا بيقولوا له مراء عصبي. أنا هلأ ما بدي أفكر بحدا تاني، أنا هلأ بس بدي أفكر بمشاكلي، إنه طلعوا من راسي، خلوني أنا أقعد بقلب راسي وبقلب مشاكلي وفكر فيهم. حتى لو أنا بدي شوف لا سمح الله قدامي ولد عم يتعذب، اتركوني، أنا هلأ بس بدي حساسيتي أقعد بيني وبين حالي وأقعد أنا أندب حظي. هيدا اللي كان يصير، أقعد إنه لا هلأ أنا بدي أندب كيف جسمي هو عم يضايقني وكيف أنا ما عم بقدر حبه. فصار في هيدا الانفصال التام.
فحتى بجلسات العلاج بالطاقة الثيرابيست تبعي تقول لي إيناس ركزي مثلا على هي النقطة بجسمك، وهي لأنه بيكون يعني اللي بيتعلم انرجي هيلينج بيقدر طاقيا إنه يتواصل مع الشخص التاني. فتيجي الهيلر أو اللي عم تساعدني بإنه تعالجني تقول لي إيناس بالمرة مفصومة يعني مفصومة ومفصولة عن جسمك، إنه ما في تواصل، ما عم بقدر أوصل لمرحلة إنه ركز بجسمي عن جد إنه أتواصل معه. وهي الشغلة رجعت صارت معي بالنادي، وقت اللي كنت انزل مع الكوتش تبعي على النادي مثلا في تمرين معين لازم ألعبه، لازم حس أنا بالشد العضلي مثلا بمنطقة الرجلين، بس ألعب هيدا التمرين المعين ما حس أنا إنه رجلي يشدوا، مثلا حس رقبتي شدت. طب ليش؟ كيف؟ هو شايفني إنه أنا عم بعمل التمرين صح، فأنا ما لازم حس مثلا بهيدا الضغط بعضلة تانية غير اللي أنا عم شغلها. لهالدرجة عن جد، لهالدرجة كنت أنا مفصولة عن جسمي لأنه كنت بكرهه. وكتير هلأ صعب أقول وصعب فكر قديش كان تفكيري محدود بهي النقطة، بس أنا عن جد كنت مفصولة عنه. كنت أنا حاسسته هو الحبس يلي مخليني عاني هي المعاناة. وقت اللي أنا قررت أنه أتواصل مع جسمي، قررت أنه أفهم شبه، وعرفت عن طريق مسجات كتير توصلني إن كان من المعالجين ولا من الدكاترة أنه يقولوا لك أنه هي الأعراض اللي عم تجي هي منبه لإلك لتنتبهي لشيء أكتر صاير جوا. وكتير بالعلاج بالطاقة أوقات مثلا بتروح أنت لعند دكتور إذا هو اختصاصه إذن أنف حنجرة فهو بيتطلع باختصاصه، بس أنت إذا بتروح لعند مثلا معالج بالطاقة تقول له حلقة عم يجاني، بيقول لك شو الشيء اللي كابته ما عم تحكي فيه، أو مثلا كتفي عم يجاني أو أي شيء، بيقول لك مثلا أنت you have lack of support. إمتى مثلا بلش معك وجع الظهر؟ قل له مثلا بعمر كذا. شو كان صاير وقتها؟ والله توفى أبي. معناتها أنت فقدتي للسبورت سيستم يلي عندك. وجع الظهر له علاقة بإنه الدعم يلي عندك يا الدعم المعنوي، أنت فقدتي أبوكي، والدك له علاقة بالدعم فبلش يوجعك ظهرك. أو مثلا شو عم يجعني مثلا رجلي، طيب الرجلين لهم علاقة، عم نحكي طبعا بالعلاج بالطاقة بإنه أنت تستيب فورورد أو تمشي لقدام أو تاخد خطوة تغير من حياتك. بينما أنت بس تروح لعند دكتور عظمية ما رح يشرح لك هيدول الاشياء، رح يقول لك أوكي معناتها عامل شيء، واقع شيء، كاسر شيء. فهو هيدا الشيء اللي إحنا بدنا نعرفه، إنه الأعراض اللي هي بتطلع بتتجسد بجسمي هي مبلشة من مشاعري. وقت اللي أنا بحل الاشياء اللي مبلشة من مشاعري فهي الأعراض بتبطل تطلع بجسمي، وجسمي بيقوى وبيصير قدران إنه هو يخليني أعيش الحياة اللي أنا نقيت إنه عيشها. بينما وقت اللي أنا بدي ركز على إنه جسمي هو السبب وليس هو الألارم تبعي، هو منه المنبه تبعي، هو بس سبب وهو الحبس مثل ما أنا كنت عم فكر، فهو رح يزيد المرض فيه. لهيك وقت اللي أنا فعلا تصالحت مع جسمي وبلشت حبه، بلشت أخذ المسجز تبعه، بلشت تشوف فرق. أول شيء يلي صار إنه شوي شوي مع التمرين الرياضة، مع تحسين من نمط الأكل اللي كنت أكله، مع تخفيف التعصيب أو تخفيف التفكير السلبي يلي صرت فكر فيه، بلشت أتواصل مع جسمي. بلشت معدتي تتحسن، كان عندي كتير مشاكل بمعدتي. وقت اللي بلشت انتبه للأكل اللي عم فوته على معدتي صار عندي تحسن كتير كبير بالمعدة. بس بلشت تتحسن معدتي بلش يخف الضغط على عضلاتي. بس بلشت ارفع كمية البروتين بجسمي، بلشت أحس إنه الستريس تبع العضلات صار أخف. بس بلشت أتمرن بالنادي، حتى لو زودت شوي الوزن أو عملت تمارين كنت ما بسترجي شوف حدا بس عم يعملها، يعني مجرد شوف حدا عم يعملها حس إني مرضت. وقت بلشت اختبر شوي شوي جسمي وهيك أحكي معه إنه you know what we can do this. تعرفي شو إيناس مبلا فيكي تعمليها، كتفي اللي عم يجاني بتعرف شو، لا فينا نمد إيدنا لآخر هيدا التمرين، معلش one more set، مرتين زيادة حتى لو شوي عم توجعني، معلش لا فيك تعملها. هيك صرت أحكي مع جسمي، عن جد صرت هيك أحكي معه. مثل ما بتعرفوا اللي بيلعبوا رياضة أصلاً بيفكروا بهي الطريقة، they push themselves. يعني دايماً لازم أنا أدفش جسمي بس مو كن عم عاقبه. أنا اللي كان عم بيصير فيه إنه كنت عم عاقب جسمي، هو كان عم يحذرني بس أنا عم عاقبه. وقت اللي صرت أسمع تحذيراته بيرن لي ألارم مثلاً بركبتي أو مثلاً بكتفي، اسمع شو كان صاير امبارح، ليش أنا شدت مثلاً عضلة رقبتي هالقد، شو فكرت، شو أكلت، شو عملت مثلاً، قديه حملت. بدي يصير أفهم عليه، لأنه هو مثل ما قلنا هو ألارم عم يعطيك إياه. لهيك ضروري كتير تتصالحوا مع جسمكم بالدرجة الأولى. بعد ما تتصالحوا معه تعرفوا إنه هو يعني it's there to support you،
ببلش أنا شوف شو بده. لازم خفف وزني، لازم مثلا اهتم ببشرتي، لازم اهتم بالفيتامينز اللي عندي ياهن، لازم اهتم بأكلي، لازم اطلع امشي، لازم شوف شمس. كتير كتير غلط انه انا بسهر كل الليل وبنام بنام الصبح وبيجي بقول والله انا هيدا طبعي، انا حدا بيحب يسهر بالليل. على فكرة غلط. يعني انه انت عم تكون ضد طبيعة جسمك اللي هي يعني انت خلقان وجدودك ويعني كل DNA تبعك هو خلقان بهي الطريقة، والعالم بينام وبيقوم بعكسك، فأنت عم تعمل شيء بعكسه. فما تفكر إنه أنت شطارة منك إنك مثلا والله تسهر كل الليل وتجي تنام الصبح. أنت عكس الطبيعة، الشمس بتطلع الصبح وبتغيب بالليل، جسمنا هرموناته والسليبينج سايكل ماشية مع الطبيعة. أنت ليش بدك تكون ضد الطبيعة مشان تأذي حالك؟ أوكي، في عالم تضطر تعمل هيدا الشيء يمكن لأنه شغلها بيفرض عليها هيدا الشيء، بس حتى وقت اللي بتعمله أنتوا بتلاحظوا إنه هي بتتعب. وقت اللي أنا بدي أكل جانك فود كل الوقت، بدي أقعد كل الوقت نقي أكلات مضرة، وأنا واحدة منهم. أنا كان عندي إدمان على الكولا، وهيدا الشيء بقوله وهلأ بستغربه، بس أنا ما كنت بعرف، ما كنت بشرب مي. أكبر غلط بحياتي عملته إنه أنا ما كنت أشرب مي. كان يمر 3 و 4 أيام أنا ما أشرب مي، أشرب كولا. طب هيدا شو؟ هيدا لحاله ضرر. فأنا غير عن إنه في إشياء بتبلش من العواطف تبعي، في كتير إشياء كمان أنا وقت اللي بدي أقعد أذي جسمي وما انتبه إنه أنا اهتم فيه رح يأذيني بعدين، يعني رح يرجع هيدا الشيء لإلي. لهيك بليز، حتى لو 3/4 العالم ما بتحب تلعب رياضة، لاقوا نوع الحركة. مو ضروري الرياضة، فيكم تطلعوا تمشوا مثلا. حتى لو بدكم تقولوا ظروفي ما بتسمح لي أو شغلي ما بيسمح لي، دايما في وقت اللي أنت بتاخد هيدا القرار، وجسمك له عليك حق لأنه هو اللي رح يكفيك، والقرار اللي بتاخده هو اللي رح يأثر على حياتك. وهي بالآخر حياتك. وقت اللي أنت بتتصرف وبتقرر شو بدك تفوت على جسمك وقديه أنت بدك تضره، هون أنت صرت المسؤول. وقت اللي بنرجع بنقول إنه إذا أنا ماني مسؤول عن المرض، فأنا مسؤول عن لاقي حل لهيدا المرض أو التراما، مسؤول إنه آخد قرار إنه أطلع منها لأنه ما فيني أعيش بنفس الطريقة. بس الأسوأ إنه أكون أنا عم بأذي جسمي. فبالحالتين إن كان معكم هيدا المرض ولا ما معكم هيدا المرض، أنتوا في كتير إشياء يمكن لازم تنتبهوا لها بحياتكم لحتى ما توصلوا لمرحلة إنه توقعوا بأمراض تانية بالمستقبل تقدر إنه تأثر عليكم. فبتمنى إنه من خلال الخبرة اللي أنا مريت فيها ومن خلال القرار اللي أنا أخدته أقدر أكد لكم إنه it's all about decision. وقت اللي نحن بناخد هيدا القرار وبنمشي فيه، بنكون نحن عن جد بلشنا بأول خطوات العلاج. وأول خطوة للعلاج هو التصالح مع جسمي، والتصالح مع حقيقة إنه هيدا المرض موجود أو إنه جسمي كان متأذي. افهم هاي الفكرة واتقبلها ودور على الحل، ما أوقع بالمشكلة مثل ما أنا وقعت فيها. فلهيك تصالحوا مع المرض، عرفوا إنه هو موجود، بس عرفوا إنه دائما في حلول، وإنه الحل دائما بإيدنا، وإنه بيبلش من القرار. شكرا كتير لكم لحسن الاستماع، وإن شاء الله عن جد تقدروا تستفيدوا من هاي التجربة الشخصية. بنشوفكم بالحلقات الجاية، واسألوا دائما مجرب واسألوا حكيم.